الو. ايوه، مين؟ مندوب شحن. مندوب شحن مين؟ اوردر ايه؟ لا مؤاخذه يا باشا، اسلوه كان من مده، كان من امبارح، فمعلش نسيت. ايه تقول ايه؟ موجود كمان ساعه؟ يا باشا، طبعا موجود. اتفضل تعالى. لا ان شاء الله قبل ما تيجي اكون عملت لك بلوك على طول. اصل يعني ان شاء الله اكون حضرت لك الفلوس، تأمرني. لا يا باشا، تنور الدنيا كلها، تنور الدنيا كلها. تمام يا باشا، تمام، في انتظارك في انتظارك. مع السلامه. مع السلامه، سلام سلام. بلوك. الناس اللي بتطلب اونلاين فيهم نوعين اغرب من بعض، جننونا. النوع التاني هو الحوار. بس خلينا نبدا بالنوع الاولاني، وده بقى اللي كل حاجه يدخل يسال بكام بكام بكام. تحس اللي هو عنده تارجت، اللي هو في اليوم لازم اسال بتاع 50 بكام كده ولا حاجه، اللي هو لو سال 49 مره بس فاتتني واحده. وتلاقيه كده داخل على الصفحه مثلا اللي يبعت ايه بكام، عشان الناس في الصفحه يردوا عليه. حضرتك قصدك على ايه بالظبط؟ ما هم عارضين بقى كذا حاجه، فيقول لهم اللي على الصفحه. ايوه يا فندم، اللي هو ايه اللي انتوا عارضينه؟ ايوه يا فندم، اللي هو ايه بالظبط؟ فتلاقيه شاف الرساله وما ردش. اللي هو انت داخل تايه ولا كنت داخل تعمل ايه بالظبط؟ اللي هو تحسه بيتعامل بمبدأ خد فكره وما تشتريش بكره بس. وماله وماله، احنا خدامين سعادتك. النوع التاني ده بقى حوار، ده اللي حار ودار فيه العلماء، ولحد دلوقتي مش مفهوم هو بيعمل كده ليه. يدخل يطلب الاوردر يتشحن له. شركه الشحن بقى يكلموه: يا فندم حضرتك موجود؟ هنجي لك مثلا كمان ساعه. يقول له انا موجود، تمام، تعالوا يلا بس ما تتاخروش. مندوب شركه الشحن بقى لما يروح له يلاقي له عامل له بلوك. اللي هو انت ايه؟ طب لو انت مش عايز الاوردر ما لغيتوش ليه؟ ولو انت مش عايز الاوردر لما الشركه كلمتك ما قلتلهمش مش عايز الاوردر ليه ما تجيش؟ يعني ايه اللي انت بتستفيده لما بتعمل كده؟ ويعاني في تجار بيلبسوا في الحيط. انا مره تاجر كده اعرفه، هو تاجر صغير على قده يعني، بيقول لي يا مصطفى انا لابس شحن في يوم واحد بتاع 400 500 جنيه، اللي هم العملاء دول اللي بيطلبوا يخلوا الناس تروح لها لحد عندهم وبعد كده يقفلوا تليفوناتهم. اللي هو انت لو مش عايز الاوردر يا ابن الحلال ما تقول.